مدينة منسية جوه قلب ولاية بنسلفانيا، تحت الشوارع المهجورة وتحت التربة اللي باين عليها الهدوء، في نار شغالة من أكتر من 60 سنة. نار بتاكل الأرض من تحت الناس، نار مش بتظهر فوق، لكن ريحتها، صوتها وخرابها فضلوا طالعين لفوق. ناس عاشوا هناك وماتوا هناك، وناس اختفوا، وناس سابوا كل حاجة وجريوا. دي مش قصة خيال ولا فيلم رعب، دي حقيقة، واللي حصل في سنتراليا لحد النهاردة محدش قدر يطفيه. بس قبل ما نبدأ حكايتنا ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس علشان يوصل لكم حكايتنا اللي جاية. يلا بينا نبدأ. زمان سنتراليا كانت مدينة صغيرة، عدد سكانها حوالي 1000 نسمة. الناس هناك طيبين، أغلبهم شغالين في مناجم الفحم، والبيوت قريبة من بعض، والجيران عارفين بعض بالاسم. المدرسة في أول الشارع، والكنيسة في الناحية التانية، والمخبز اللي على الزاوية دايما ريحته بتشهي. كانوا بيقولوا إن المدينة دي قايمة على كنز، بس الكنز ده مش دهب، ده فحم تحت الأرض بكميات مهولة. الفحم كان هو الرزق، وكان هو السبب في كل حاجة حتى النهاية. في يوم من أيام مايو سنة 1962 قرروا ينظفوا مكب النفايات اللي قريب من مدخل أحد المناجم. الحل كان بسيط في نظرهم، ولعوا فيه نار علشان النفايات تتحرق، لكن ما كانوش يعرفوا إن تحت المكب ده كان فيه نفق مهجور لمناجم الفحم. الشرارة نزلت تحت، لمست الفحم وولعت النار. في الأول محدش لاحظ، كان الدخان خفيف، الأرض دافية شوية، لكن بعد كام يوم الريحة بدأت تبان، ورجالة المطافي حاولوا يطفئوا النار بالرمل، بس النار كانت بتحفر لنفسها طريق تاني تحت الأرض. النار بدأت تنتشر ببطء بس بثبات. بعد أسابيع من الحريق الأرض بدأت تتنفس، شروخ صغيرة بدأت تظهر في الأسفلت، دخان رمادي بدأ يطلع من أماكن محدش شافها قبل كده، ريحة كبريت خنقة بتسد النفس. كانت أول إنذار، لكن زي كتير من الكوارث الناس اتأخرت. المشكلة ما كانتش بس في الدخان، النار تحت الأرض كانت بتتحرك وبتاكل كل الفحم اللي كان في طريقها، وكل ما تحرق فحم تسيب فراغ وراها، والفراغ يعني انهيار. في شارع لوكوميس الأرض وقعت تحت عربية ماشية، في ناس افتكروا إن دي زلزلة، لكنها كانت أول علامة حقيقية إن المدينة نفسها بدأت تنهار. عمال المناجم اللي طول عمرهم بيشتغلوا تحت الأرض قالوا إن هم سمعوا صوت حاجة بتمشي تحت رجلهم، مش نار ولا هوا، كأن الأرض بتتنفس فعلا وبتغلي. واحد منهم اسمه جورج لانكاستر حكى في تسجيل صوتي وقال: كنت واقف على أطراف المنجم حاسس إن الأرض بتتهز تحتي، نزلت السلم وبعد خطوتين حسيت بحرارة طالعة من الحديد نفسه، بس مش نار عادية، دي حاجة تانية، حاجة عايشة. الناس بدأت تمشي، بس في كتير ما قدروش يمشوا، مش علشان ما عندهمش مكان، لكن علشان لسه مش مصدقين إن مدينتهم بتموت من تحت رجلهم. اللي عاشوا في سنتراليا ما كانوش خيال، كانوا ناس زينا بيصحوا بدري يجهزوا العيال للمدرسة ويروحوا الشغل، لكن بعد الحريق الحياة اتحولت لكابوس، كابوس هادي بيمشي على أطراف صوابعه. أول قصة الست مارغريت ستيفنز، كانت عايشة لوحدها، جوزها مات من 10 سنين، ابنها الوحيد سافر نيويورك،
وكانت دايما تقول أنا مش هسيب بيتي مهما حصل. في يوم لقيت ريحة دخان طالعة من الحوض في المطبخ، وبعدها بيوم الأرض في أوضة النوم بدأت تسخن. مارجريت راحت للسلطات، قالوا لها ده طبيعي، مجرد تسريب حرارة. في الليلة اللي بعدها اتصلت بالمطافي، قالت في حاجة نايمة تحت بيتي، مش نار، دي بتتنفس. رجالة الإطفاء جم، شافوا الشق في الأرض، بس ما كانش عندهم حل. بعد أسبوع البيت كله وقع في حفرة ومارجريت اختفت. في قصة تانية لأسرة دوغلاس، أب وأم وطفلين، فضلوا لحد 1980 في المدينة مع إن الجيران كلهم مشيوا. في يوم الولد الصغير إيريك نزل يلاعب الكلب في الجنينة، وفجأة الأرض تحته اتفتحت. الولد نزل جوه حفرة عمقها 50 متر، بس المدهش إن الغازات كانت سامة جدا لدرجة إن الولد فقد وعيه، ولو أخوه ما كانش لحقه بحبل كان مات. القصة دي انتشرت في كل جرايد أمريكا، وكانت السبب في أول تحقيق رسمي من الحكومة الفيدرالية. وكمان في واحدة اسمها ليزا براندون، شابة عندها 19 سنة، كتبت في يومياتها أنا كل يوم بصحى على صوت الأرض وهي بتنهار، صوت زي تنهيدة كبيرة طالعة من تحت رجلي، بخاف أتحرك، بخاف أمشي، حتى وأنا ساكتة بحس إني بموت بالبطيء. بعدها بأسابيع ليزا اختفت، ويومياتها اتلاقت جنب بيتها مفتوحة على نفس الصفحة. المدينة كانت بتموت بصوت هادي، صوت مش بيصرخ بس بيسحب كل حاجة بشويش. الناس بدأت تقول إن سنتراليا مش بس مدينة بتموت، دي مدينة بتسحب أرواح اللي بيصروا يعيشوا فيها. وفي 10 فبراير سنة 1981 الساعة كانت حوالي 4 العصر، الجو بارد لكن الشمس كانت ضالة. تود دومبوكسي الولد عنده 12 سنة، كان بيلعب في الجنينة الخلفية جنب بيت أهله في سنتراليا. الكلب بتاعه نبح نبحة غريبة وراح ناحيته يجري، وفي لحظة الأرض اتفتحت تحت رجليه، حفرة عمقها 45 متر اتكونت فجأة وسحبت الولد لتحت. الهواء اللي طالع من الحفرة كان ساخن جدا، حرارة وصلت ل 150 درجة مئوية، ومليان غاز ثاني أكسيد الكربون السام. الولد حاول يصرخ لكن الغازات خنقته. كل اللي قدر يعمله إنه يمسك بجذع شجرة طالع من طرف الحفرة. اللي أنقذه ابن عمه اللي كان واقف في البلكونة وسمع الصوت، جري بسرعة، جاب حبل غسيل وربطه حوالين وسطه ونزل شده. دومبكسي اتنقل للمستشفى وعاش، لكن المدينة كلها اتخضت، العالم اتكلم، الصحف قالت المدينة اللي بتبلع أطفالها، حفرة الجحيم في أمريكا. الحكومة الفيدرالية اللي كانت سايبة الموضوع على الهامش دلوقتي ما قدرتش تتجاهله. لحد النهاردة دومبكسي عايش، بس كل مرة بيغمض عينيه بيرجع يشوف اللحظة دي، اللحظة اللي الأرض فيها فتحت بقها وحاولت تبلعه. بعد حادثة دومبكسي الدنيا قامت، وسائل الإعلام اشتعلت، الناس بعتوا خطابات والمراسلين جم المدينة اللي كانت منسية. وأخيرا الحكومة الفيدرالية اتحركت وشغلوا مكبرات الصوت، وكانوا بيقولوا احنا هنا اليوم بنبدأ عملية إخلاء حفاظا على حياتكم. بدأت التحقيقات الرسمية، خبراء المناجم، الدفاع المدني، ناس من وكالة البيئة، لكن لما نزلوا وشافوا تحت الأرض لقيوا حاجة ما كانتش متوقعة. الحريق ما كانش في نقطة واحدة، كانت شبكة معقدة من النيران تحت المدينة كلها، كل شارع تحته نار، كل بيت تحته أنفاق فاضية وجمر
في محاولة يائسة قررت الحكومة تعمل عملية ضخ رمل ومياه داخل المناجم، لكن التكلفة ملايين الدولارات، وحتى لو دفعوا مفيش ضمان إنها تنجح. التقرير النهائي قال ببساطة الحريق خارج عن السيطرة ومش هينطفي، وكان الحل الوحيد إخلاء المدينة بالكامل. ما كانش قرار سهل، في ناس عاشت عمرها كله في سنتراليا، ناس عندها ذكريات، قبور عائلات، بيوت مبنية بإيديهم، لكن اضطروا يمشوا. في 1984 الحكومة عرضت تعويضات للسكان علشان يسيبوا بيوتهم. كتير وافقوا، بس في ناس رفضت. فيه اللي قال احنا اتولدنا هنا وهنموت هنا حتى لو الأرض نفسها بتتحرق. اللي مشي ما بصش وراه. بقت مدينة فيها أثر ناس، رغم التحذيرات، رغم الدخان، رغم البيوت اللي وقعت تحت الأرض، رغم كل شيء في ناس قررت تفضل. جون لوكاس كان عنده 67 سنة، راجل متدين بيحب أرضه. قال أنا اتولدت هنا ودفنت مراتي هنا، ومش هسيب المدينة حتى لو الجحيم نفسه طلع من تحت رجلي. كان بيقعد قدام شارع فاضي يقرأ الجرايد وهو شايف البخار طالع من بين شقوق الأرض. جون مات بعدها ب4 سنين. الناس قالت إنها سكتة قلبية، لكن في جارة له اسمها مرسى حلفت إنها شافته في الليلة اللي مات فيها واقف قدام بيته يتكلم مع حد، لكن مفيش حد كان واقف قصاده. اللي فضلوا ما بقيوش زي ما كانوا. في ناس بتقول إن سنتراليا ابتلعتهم مش بس بالجسد لكن بالعقل، وإن النار اللي تحت الأرض ما كانتش بس فحم بيولع، لكن كانت بوابة لحاجة تانية. في سنة 2013 الدولة أعلنت إن باقي المدينة ما بقتش صالحة للسكن. اللي كانوا عايشين فيها اتعدوا على صوابع الإيد، ناس عايشين وسط الدخان والسكوت، ومفيش جيران، مفيش شارع، مفيش مدينة. بس لحد النهاردة النار لسه شغالة. النهاردة سنة 2025 سنتراليا ما عادتش مدينة بالمعنى المعروف. ما فيهاش سكان تقريبا، مفيش مدارس، مفيش محلات، مفيش كنيسة، مفيش أولاد بيلعبوا في الشوارع. هي مجرد بقعة من الأرض بقت أسطورية. طريق 61 المعروف دلوقتي باسم الطريق المهجور، الناس بيسموه جرافيتي هيل. شارع كل شقوق، الأرض فيها مفتوحة كأنها ابتلعت نفسها، عليه جرافيتي، رسومات، كتابات، كأن الناس بتحاول تسيب رسالة أخيرة قبل ما الدخان يغطي كل شيء. الناس اللي بتزوره بيقولوا إنك تحس كأن حد بيراقبك مع إنك شايف الشارع فاضي. البخار بيطلع من بين الشقوق، ريحة الكبريت موجود في الهواء، وفي أوقات تحس إنك سامع صوت جاي من تحت رجلك. الحكومة قالت إن الحريق ممكن يفضل شغال 250 سنة كمان. الغازات السامة تحت الأرض لسه بتتحرك، والنار لسه بتنهش في الفحم اللي عمره ملايين السنين. سنتراليا ما انتهتش، هي دخلت في مرحلة تانية من الوجود. مدينة ماتت بس لسه بتتنفس، مدينة من غير بشر بس لسه فيها نار، مدينة ما بتموتش. واللي يزور سنتراليا النهاردة ما بيرجعش هو نفسه. بيقولوا إن المكان هناك مش فاضي، هو مليان بس مش بالبشر. ودي كانت قصة سنتراليا، المدينة اللي بتحترق من تحت الأرض. لو عجبتك القصة ما تنساش تشاركها مع حد بيحب الغموض، وتفتكر دايما في أماكن على الكوكب فيها نار ما بتطفيش، وفي مدن ما بتموتش. وافتكر إن سنتراليا في يوم من الأيام كان فيها أطفال بيجروا في شوارع سنتراليا، وستات بتضحك على عتبة البيت، ورجالة راجعين من الشغل ووشهم عليه تراب الفحم، لكن النار
خدت كل ده. النهاردة اللي فاضل مجرد دخان ورماد، بس يمكن جوه الرماد ده لسه في قصص، لسه في حكايات، لسه في روح مدينة بتقول أنا لسه هنا. وفي النهاية لو عجبتكم قصتنا ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس علشان توصل لكم كل حكاياتنا اللي جاية. سلام.